برج السرطان اللي عايز يسأل ان الخسوف بتاع السرطان ده او اللي طالع السرطان هيأثر عليه ازاي. هنعرف هو واقع فين السرطان. هو الخسوف ده في الحوت، يعني في البيت التاسع، بيت السفر ايها السرطان، بيت القناعات ايها السرطان، بيت الدراسات العليا ايها السرطان، بيت القانون، بيت البلاد البعيدة. القمر مخسوف في الحوت، وده برج مائي حنين زيك ايها السرطان. طيب، بيحرك ايمانك وبيحرك قوة حسك الداخلي وبيخلي عندك رغبة جارفة انك انت تهرب وتطير لأفق ابعد. الشمس وعطارد موجودين في العذراء في بيتك الثالث، بيقابلوا القمر، فيحصل خناقة ما بين الفكرة الكبيرة وما بين التفاصيل الصغيرة، بين حلم السفر وبين الأوراق المطلوبة للسفر، بين قناعاتك وبين الخبر اللي بيوصلك. ممكن يظهر عندك موضوع يخص فيزا أو جامعة أو مرحلة تعليمية أيها السرطان. فهمني طبعا، اللي سرطان وعايز يظبط فيزا او جامعة او موضوع تعليمي عارف الكلام ده كويس، او قضية في محكمة او ورقة تعليمية، ده اللي انا بتكلم فيه، او تواصل مع حد عايش بره. اما العقدة الشمالية في برج الدلو في البيت الثامن، فبتشاور على فلوس مشتركة بينك وبين الزوج أو الزوجة، أو ديون أو ميراث أو ضرائب أو قروض أو مال مجمد أو ورث أو أسرار نفسية دفينة محتاجة تتفتح. أما العقدة الجنوبية اللي موجودة ببرج الأسد بيتك التاني أيها السرطان، بتطلب منك ترفع إيدك وتتخلى عن تعلقك القديم بالفلوس أو إحساسك بالأمان المادي الظاهري. أمال إيه؟ حاكم بيت الخسوف هو المشتري اللي موجود دلوقتي في الأسد في بيتك التاني، قاعد في بيت المال، بيهون عليك المشوار وبيهون عليك الموضوع بقرشين حلوين هيجولك، او دعم ومورد مالي جديد. بس بيحذرك بلاش تفاصيل، بلاش اسراف. اما المريخ في برج السرطان يعني عندك في الدرجة 10، فده قاعد لك يا باشا على الوحدة، وتأثيره عليك حامي جدا ايها السرطان، ولأنه بيعمل تربيع مع زحل المتراجع في برج الحمل اللي هو بيتك العاشر، بيت المهنة. فده بيدل على خناقة وشحناء بين رغبتك الشخصية وبين مديرك في الشغل او سلطة او مسؤولية تقيلة، وممكن كمان تفرقع غضب لانك حاسس انك انت متكتف ومفيش حد مقدر تعبك. اما اورانوس في الجوازاء في البيت ال12، فبيعمل تربيع مع الخسوف، فبيحذر برضه من خبر مستخبي او قلق جواني او سر ممكن تكتشفه من ورا الستار ايها السرطان. العشرية الاكثر تأثرا من السرطان اللي من الدرجة 7 للدرجة 13، يعني تقريبا الناس الواعية كده تعرف نفسها هي من الاكثر تأثرا ولا لا. والمواليد من 29 يونيو ل5 يوليو. طب الحكمة، بلاش تخلي العصبية والانفعال هم اللي يسوقهم، لا انت اللي تسوق القرارات. اوعى تدخل معركة مع مدير لك او رئيس عمل او حتى زميل عمل او سلطة، اي حد في سلطة. انت معاك الاثبات، انت معاك القوة، انت معاك الوقت الصح، بس ما انتش واخد بالك.